ده؟ انت رجعت تاني؟ يمكن الناس فاكرة إن الغياب نهاية، بس الحقيقة إن الغياب ساعات بيكون استعداد. سنة عدت فيها تعب ووجع، بس كمان فيها فهم وتجديد. فهمت إن الرجوع الحقيقي مش إنك ترجع تتكلم، الرجوع إنك تبقى جاهز وفاهم أنت راجع ليه. الناس دايما بتقول إن القانون صعب، اوعى تعمل كده لحسن يحصل كده، ويحسسوك إن الموضوع كيمياء. بس الموضوع مش كده بالظبط، هو مش سهل بس بسيط. ولو صعب عليك، أنا دوري هنا إن أنا أبسطهولك. المرة دي عاوزين نفهم كل حكاية وأصلها، نفهم بدأت منين عشان نخلي بالنا، وحصل فيها إيه عشان نتعلم، وخلصت إزاي. أنا عندي من الحكايات الحقيقية والواقعية قصص كفيلة تشمل الثوابت اللي محدش بيقرب منها، بس للأسف الحكايات دي موجودة وكتير، وفي حاجات بنضطر ندور وشنا عنها، مش عشان مش شايفينها، لكن عشان بنقول ما ينفعش. بس الحقيقة بعد ما ينفعش بنبرر كتير وبنقع في مشاكل أكتر. وعشان كده اللي جاي محتاج تركيز. عاوزك تقولي إيه اللي حصل حقيقي وإيه اللي اتحكى وتحول لحكاية عشان الصورة توصل كاملة. أصل كلنا اتربينا على الحكاية وبنفهم منها أسرع وأحسن. وزي ما بدأنا وكانت الروشتة القانونية المفتاح اللي بدأ يحل مشاكل ناس كتير، هنكمل بيها ونضيف عليها الحكاية اللي تخليك تعيش الموقف وتفهم القانون من جواه. اللي جاي مش مجرد عودة، دي بداية فصل جديد. وعشان أول مواضيعنا في الحلقة الجاية تحديدا، قررت أرجع نحكي ونفهم ونتعلم من كل قضية وحكاية، عشان تكتشف إن القانون عمره ما كان عدوك، ده نظام لو عرفت قواعده تلعب مظبوط. ولأن كل قضية وليها حكاية وكل حكاية وليها حل، قررنا على بركة الله نبدأ حكايات وقضايا مع إيهاب عبد الله، صاحب الروشتة.